مبقاش في حب، بقى في عداوة. كلبة يا فاطمة كلب. اشوفك وانت بتهدري عليه رصاصة، واشوف الاخت فاطمة وهي بتقول فين قيسو، راح فين قيسو، اشوفك بقى هتبقى عاملة زي اخت فاطمة. يلا بقى اضربي بقى وريني. هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة البلدي. النهارده انا هعمل حاجة مختلفة الصراحة. انا دايما بنزل تحليل الحلقة كاملة في الفيديو. المرة دي هنزله على جزئين، لان الفيديو هيبقى طويل قوي، وغير كده بيتعبني في المونتاج لما بيبقى طويل، وغير كده انا تعبانه ومش حاسه ان انا قادره اعمل فيديو طويل خالص. وكمان انا عندي مشكله، كل ما اصور الفيديو بيتمسح مش عارفه ليه. فقلت هعمل لكم النهارده بس مشهد اللي هو المواجهه ما بينهم، والفيديو اللي بعده هيكون المواجهه الثانيه مع مشهد الفلاش باك بتاع فاطمه. فخليني دلوقتي بس في اول جزء من الفيديو اللي هو مشهد المواجهه مع قيسو، وقبلها المشهد لما كانت بتلبس فستان الحنه وعادل قال لها انت اتجننتي يا بنتي ولا ايه. هشرح لكم طبعا المشهد من اوله لحد ما كان مربوط على الكرسي وبيلعب في الدنيا. وبلاش بقى رغي كتير كده، وخلينا على طول ندخل في الفيديو. يلا ندخل في اول مشهد من مشاهد قيسو وفاطمه من الحلقه الاخيره في السيزون الاول، اللي هو مشهد لما كانت لابسه فستان الحنه وبتقول لعادل قيسو هيعجبه الفستان. ليه قالت كده؟ الصدمات النفسية الكبيرة مش بتتمسح في ثانية. فاطمة في اللحظة دي ومن ورا قناع الانتقام كان عندها لسه حتة جواها مش مصدقة أو مش عاوزة تصدق. لما شافت نفسها لابسة فستان الحنة، البنت اللي جواها اللي بتحب طلعت غصب عنها لثواني وسألت عادل هل قيسو هيعجبه الفستان؟ ده سؤال نابع من قلبها القديم اللي كان نفسه يفرح بجد، مش من عقلها اللي بيخطط للانتقام. فاطمة مش قاسية، دي واحدة بتنزف. عقلها بيقول هو خان الثقة ولازم يدفع الثمن، بس قلبها بيقول أنا فعلا بحبه وكنت مستنية اليوم اللي يشوفني فيه بالفستان ده ونفرح بجد. النظرة دي هي الفجوة اللي ما بين الانتقام والحب. هي بتسأل وهي عارفة إن هو هيعجبه قوي، وعارفة في نفس الوقت إن هي مش هتديله الفرصة يتهنى بيه. هي بتعذب نفسها قبل ما تعذبه، والابتسامة دي والحركة دي كانت وداع لفاطمة الحبيبة قبل ما تتحول وتلبس قناع الانتقام. لما فاطمة قالت قيسو هيعجبه الفستان، ساعتها عادل رجعها للواقع وقال لها هتقابلي قيسو للمرة الأخيرة كده. ساعتها هي فاقت والابتسامة بتاعتها اختفت، وزي ما قاليني قالت ده درع الحرب بتاع فاطمة، هي لابساه كنوع من الأسلحة الدفاعية. هي قررت تحول أكتر حاجة كانت بتتمناها هي وقيسو، وكان المفروض تكون رمز لفرحتهم، بسلاح هتواجهوا بيه. لما عادل قال لها ليه بتعملوا كده، فساعتها هم قالوا دي جرعة عشان نزود الألم. كلبة يا فاطمة كلب. هي عاوزة توجع قيسو بنفس الطريقة ودرجة الوجع اللي هي اتوجعت بيها. هي حست بالكسرة وهي في قمة حبها وأمانها مع قيسو، فهي قررت إن هو يشوفها بفستان الحنة وفي اليوم اللي كان المفروض يكون يومهم، عشان لما تضربه الضربة وتنتقم منه تكون الصدمة والوجع في أعلى مستوياتهم، زي الإحساس اللي هي حست بيه بالظبط. فاطمة جواها حب كبير لقيسو، وعلشان تقدر تقسي قلبها عليه وتنفذ الانتقام كان لازم تعمل فصل شعوري. لبس الفستان هنا بيخليها تواجه الحقيقة، كأنها بتقول ده الفستان اللي أنا كنت هلبسه للراجل اللي خذلني وكذب عليا. فالفستان هنا بيتحول من رمز للحب لوقود بيشعل نار الانتقام جواه. وندخل في مشهد المواجهة. قيسو داخل بكل حب منبهر بجمال فاطمة بالفستان، وبيقول لها هتلبسي فستان الفرح امتى. نفسيا قيسو عايش في وهم الامان، فاكر ان السر لسه متغطي وهيعيش اجمل لحظة في حياته دلوقتي. فاطمة ساعتها خبطته على دماغه وقالت له مش هلبس الفستان ده خالص. الصدمة هنا ان هي بتسيبه يعلي سقف توقعاته وفرحته عشان اللحظة اللي هتشده فيها الارض تكون اشد. هي بتعمل مفارقة مؤلمة جدا بين الرومانسية بتاعته والواقع المر اللي هتحطه فيه. لما رمت فستان فرحها في النار هتلاقوا نظراتها كان فيها زعل. الزعل ده على الحلم اللي بيموت قدام عينيها وهي مضطرة تموته بإيديها. هتلاقوا هنا فاطمة مش بتبص للفستان وهو بيتحرق بكره، هي بتبص له بكسرة قلب، لأن الفستان ده كان بيمثل أملها في حكاية نظيفة وجديدة مع قيسو، بعيدا عن الطار والعيلة والانتقام. الوجع اللي في عينيها هنا نابع من إنها بتودع أجمل حاجة حسيتها في حياتها. فاطمة عفرت كتير قوي في حياتها علشان تفتح قلبها لقيسو، ولما صدقت ان هي لقيت الامان الطعنة جات لها من نفس الشخص. عشان بس بتقولوا لي ده قيسو عمل عشانها حاجات كتير وطعنت ايه، وكل ده هجاوب عليكم واحده واحده كده ايه واحنا ماشيين يعني. بس دلوقتي احنا بنتكلم من وجهة نظر الاخت فاطمة، مش لازم ان انا اكون معاها، انا بشرح لكم بالمنطق وبسيب العاطفه على جنب. فيا ريت تركزوا معايا. هتلاقوا نظرتها هنا كأن حد روحه اتهدت، عشان كده اول ما لفت راسها وبصت لقيسو كان لازم تخبي الزعل ده بسرعه ورا قناع الجمود والقسوه علشان ما تضعفش قدامه.
فاطمه بتفكره بكلامه ليها لما كان بيقول لها في الفرح ان هي بنت الجبل، يعني اللي لابسه بوت وشايله سلاح وكده، وهي ساعتها ردت وقالت انا خنت البنت دي. البنت دي لو كانت دلوقتي في مكاني كان الوجع بتاعها هيبقى اقل. نفسيا فاطمه حاسه بالذنب الشديد ناحيه نفسها القديمه، هي شايفه ان حبها لإيسو وخضوعها ليه هو اللي خلاها عاميه وغبيه. هي بتسترجع الماضي عشان تفكر نفسها بالسبب اللي يخليها تقسي قلبها عليه دلوقتي. حبيت اول مشهد لما هي اتجردت من عروس فورتونا وفاطمه المحبه لفاطمه كوتشاري بلبسها وبالمسدسات. المشهد الصراحه كان متصور حلو قوي. طيب لما إيسو شاف المسدسين ورا ظهرها، المسدسين دول بالنسبه لإيسو مش مجرد سلاح، دول الرمز بتاع فاطمه القديمه بنت الجبل اللي عايشه في العداوه والطار. وإيسو عافر مع فاطمه كتير وفضل وراها لحد ما خلعت المسدسات دي من حياتها ومن قلبها وزرع مكانها الحب والامان. فلما شاف المسدسين دول رجعوا تاني في ظهرها، هو هنا حس بالفشل التاني، حس ان كل اللي بناه معاها اتهد في ثانيه، وان فاطمه اللي تعب معاها كتير عشان يوصل لقلبها هربت منه ورجعت لدروعها القديمه. رجوعها للسلاح معناه ان هي مقتنعه ان الامان بتاعه خلاص راح وانها ما بقاش ليها ملجأ غير سلاحها. إيسو في الثانيه دي اتكسر لان المسدسين كانوا الاجابه الواضحه والصريحه، وهي ان العداوه رجعت والست اللي حبتك ما بقاش ليها وجود. لما إيسو شافها بتفك الخرزات اللي في شعرها، إيسو فهم فورا إن فاطمة مش بتفك الخرزات، هي بتفك ارتباطها بيه وبتشيل آخر حاجة بتربطها بأمانه. ابتسامته هنا بتدل إن هو فهم هي بتتصرف كده ليه. لما قال لها جملة أنت عرفتي، في اللحظة دي إيسو اتعرى تماما قدامها. الجملة هنا كانت طالعة بنفس مكتوم، لأن أصعب حاجة على الراجل اللي بيحب بجد إنه يشوف نظرة الاحتقار والخذلان في عين الست اللي عافر كتير علشان يوصل لقلبها. فاطمة هنا كملت حرق الرموز، بعد ما حرقت الفستان حرقت الخرزات ورمتها في النار، وده معناه هو إعلان النهاية. رد فعله لما غمض عينه، وبالمناسبة هيغمض عينه كتير فعشان ايه نركز في كل واحدة ومعناها لان كل غمضة مختلفة عن الغمضة التانية. لما غمض عينه هنا، الحركة دي في لغة الجسد معناها الحجب البصري، الانسان بيقفل عينه لا شعوريا لما الوجع النفسي بيوصل لمرحلة عدم القدرة على الاحتمال، كأن العقل مش قادر يستوعب المشهد اللي هيشوفه فبيقفل عينه علشان يهرب. لما قال لها انت عرفتي، فهي قالت له انك خبيت بنت اخويا عني. رد فعل إيسو هنا الدفاع والتبرير، بدأ يبرر ويقول أنا كنت بحمي عيلتي، بحمي أخويا وأمي. إيسو هنا واقع في أقوى صراع ولاء نفسي، صراع ما بين عيلته اللي هم غلطوا وما بينها هي كمان. فساعتها هي قالت له لما أنت كنت بتكذب عليا وبتبص في عينيا أنا كنت إيه بالنسبة لك؟ فهو قال لها عيلتي. فاطمة مشكلتها مش إن أمه وعمه مجرمين، هي كانت عارفة ده ومتقبلاه، مشكلتها في إن هو كذب عليها. لما قالت له أمك هي اللي ضربت أخويا بالنار، هل حسبتها؟ لا، فضلت تقول لها انا جيم انا جيم. ساعتها هو غمض عينه للمره الثانيه. الجمله دي نزلت على إيسو زي الصاعقه زي ما بنقول، لانها بتلمس عقده الذنب الحقيقيه اللي جواه. الغمضه دي كانت تعبير عن الخزي، هو ملوش عين يرد لانها واجهته بحقيقه امه اللي عملته. الغمضه دي مختلفه عن الغمضه الاولى. الغمضه الاولى كانت وجع عن حرق الذكريات، لكن الغمضه دي فيها خزي وكسوف، هو مش قادر يبص في عينيها لان كلامها صح 100%. وساعتها هي قالت له هم عيلتك وانا عيلتك. قام مغمض عينه للمره الثالثه. فاطمه حطت إيسو في موقف مستحيل نفسيا، هو بيحب فاطمه وشايفها عيلته، وبيحب امه وشايفها عيلته، والاتنين في حاله حرب. الغمضه هنا هي اغلاق العقل قدام سؤال ملوش اجابه ترضيها. النفس الطويل والمكتوم ده في اللحظه دي هو الم صامت. إيسو حس ان الحمل تقيل قوي عليه، هو بريء وما عملش حاجه بس شايل شيله عيلته كلها على كتافه قدام البنت اللي بيحبها. النفس ده بيطلع لما البني ادم بيحس ان الدنيا بتضيق بيه، وانه محاصر ما بين ولاء لعيلته اللي فيها مش هيعرف يأذي امه او يتبرى منها، وما بين حبه لفاطمه اللي مش مستحمل يشوف نظره الخذلان في عينيه. هو ملوش عين يبرر لان كلامها حقيقي. هو غمض عينه واخد نفس لانه ادرك ان كلمه انت عيلتي ما بقاش ليها قيمه ولا وزن عند فاطمه ما دام مش مترجمه لموقف حاسم ضد امه. إيسو الدموع في عينه وصوته المخنوق وهو بيقول لها فاطمه ما تعمليش كده ارجوكي، وبيقول لها ان هم كانوا عارفين من الاول ان حبهم ده مش هيبقى سهل. نفسيا إيسو قال لها كده لانه خايف من فقدانها، هو حاسس ان فاطمه بتتسحب من ايده للابد، فبيتحول من موقف المدافع لموقف المستعطف. إيسو بيحاول يقرب المسافة اللي فاطمة خلقتها فجأة، هو عاوز يفكرها إن حبهم أقوى من الظروف وإن هم مروا بكتير قوي علشان يوصلوا لمرحلة الحب اللي هم فيها، فالمفروض يواجهوا سوا. فاطمة ساعتها بترد عليه وبتقول له المفروض إن إحنا كنا نختار بعضينا.
بس انت اخترتهم هما يعيشوا في وسطنا. فاطمة بتعمل حاجة اسمها الحكم النهائي، هي قفلت باب التبريرات في وعيها تماما. في نظرها الكذبة بمثابة اختيار رسمي. إيسو اختار عيلته وضحى بأمان فاطمة وثقتها. لما فاطمة قالت له يا إيسو فورتونا، هنا هي بتجرده من صفة الحبيب وبتصنفه كأنه واحد من الأعداء. لما قالت له ما بقاش فيه حب بقى فيه عداوة. الأستاذة فاطمة هنا بتعمل حاجة اسمها الانقسام النفسي علشان تحمي نفسها من الانهيار التام من الوجع، فقفلت حنفية المشاعر ورجعت لمنطقة الأمان بتاعتها اللي هي العداوة، لأنها بالنسبة لها أسهل بكتير. لما قالت له ما بقاش فيه حب قام هو غمض عينه. ايه يا استاذ ايش كل شويه تغمض عينك وكل تغميضه لها شرح ومعنى، مش كل شويه تعمل حركات تخليني اشرح يعني، اهدى. هو غمض عينه لأنه استقبل الرصاصة الأولى اللي هي كلمة مفيش حب، وتوقع اللي جاي وعرف إن الجملة اللي وراها هتبقى هدم لكل حاجة، فغمض عينه كأنه بيستسلم للضربة القاضية قبل ما تطلع من بقها. لما فاطمة طلعت المسدس وقالت له بقى في عداوة، تعبير وش فاطمة في اللحظة دي هو ميكس ما بين الجمود والوجع المكتوم. لما طلعت المسدس ملامح وشها اتصلبت تماما، مفيش دموع مفيش اهتزاز. السلاح هنا هو اللي بيديها القوة المزيفة علشان تخبي وراها البنت المكسورة. هتلاقوا تعبير وش إيسو لما فتح عينه ولمح السلاح كان فيها انكسار. هو حس بالهزيمة لأن المسدس زي ما قلنا معناه رجوعها لنقطة الصفر، وإن كل الحب والأمان اللي هم عاشوه اتمسح في ثانية. كأنه فهم إن الحرب رجعت وبقت فرض عليهم، وإن حبهم اندفن تحت التراب تاني. يا رب ما تاخدوش للمقبرة تاني. والفلاش باك ده كان ذكريات إيسو بدأت من أول وهم في قمة حبهم لحد أول يوم في العداوة. ساعتها لما الفلاش باك خلص هو ساعتها قال ما بقاش فيه حب بقى فيه عداوة، بس بنبرة صوت هادية ومتقطعة كده وكلها كسرة وكلها قلق. إيسو بعد شريط ذكرياتهم ممر قدام عينه من الآخر للأول، من قمة الحب لنقطة الصفر، رجع للواقع. نبرة صوته المتقطعة والمخنوقة وهو بيعيد نفس جملتها ما بقاش فيه حب بقى فيه عداوة. إيسو بعد الفلاش باك أدرك إن فاطمة قفلت الباب، وإن الحلم اللي افتكره حقيقة انهار نفسيا. لما الإنسان بيعيد نفس كلام الصدمة اللي اتقاله بنفس الحروف ده بيبقى نوع من الصدى اللاشعوري بسبب الصدمة العاطفية. عقله لسه مش قادر يستوعب إن الكلمة دي طلعت من فاطمة، فبيكررها كأنه بيختبر طعم المرار بتاعها على لسانه. التقطيع في الصوت هو الشرخ اللي حصل في قلبه، هو مش قادر ينطق الكلمتين دول لأنهم عكس كل حاجة حارب عشانها. لما إيسو رفع إيده وبص للدبلة، إيسو كان بيرفع إيده كاستجابة تلقائية ومستسلمة لكلام فاطمة وهي بتقول له هكون رهينة بإرادتك ولا أهدر عليك رصاصة؟ تهدري عليه رصاصة؟ أنا بقى عايزاكي أشوفك وأنت بتهدري عليه رصاصة، وأشوف الأخت فاطمة وهي بتقول فين إيسو راح فين إيسو، أشوفك بقى هتبقى عاملة زي أخت فاطمة. يلا بقى اضربي بقى وريني. وهو رافع ايده عينه خبطت في الدبله فجأة. لو ركزتوا هتلاقوا عينه اول ما جت على الدبله ملامحه هبطت اكتر ونظره عينه اتكسرت بزياده، كأن الدبله دي فكرته بالحلم اللي لسه في صباعه بس اتهد في الواقع. النقله ما بين الدبله للفستان اللي بيتحرق هنا من الرمز الصاحي للرمز اللي بيموت. عينه اتنقلت من الدبله اللي لسه في صباعه وبتمثل الحلم اللي كان نفسه يكمله للفستان اللي بيتحرق وبيمثل الحلم وهو بيتعدم في الواقع. البصة للفستان بعد الدبلة. نفسيا اللقطة دي تمثل النهاية التامة في عقل إيسو. هو بيبص للحاجات وهي بتتحول لرماد كأنه بيقنع عينه وقلبه بالواقع الجديد. النظرة دي فيها حزن صامت، هو بيبص للنار وكأنه بيشوف مستقبله مع فاطمة وهو بيتحرق قدام عينيه. إيسو عنده وعي كامل بحجم الكارثة اللي عيلته عملتها وبالأخص أمه لما ضربت عادل. الابتسامة دي كأنه بيقول لها موقفك صح واللي بتعمليه ده حقك. هو مش شايف نفسه ضحية ظلم ليها، بل شايف ان اللي بيحصل ده نتيجة عادلة ومنطقية للوضع اللي هم فيه. الابتسامة دي معناها غياب الزعل من ناحيتها تماما. الشخص اللي بيمر بالصدمة دي لو حاسس بالغد ملامحه بتتشنج او بيظهر عليها غضب، لكن استرخاء ملامحه وظهور الابتسامة الهادية دي بيأكد ان جهازه العصبي ونفسيته مطلعين فاطمة بره دايرة اللوم. في اللحظة دي إيسو بيفصل تماما ما بين فاطمة المحبة وما بين الموقف القاسي اللي هي محطوطة فيه. هو فهم إن القسوة دي مش نابعة من كره ليه، إنما نابعة من وجعها وكسرتها. هو مقدر الصراع اللي هي عايشاه، يعني معناها تفهم مطلق ومسامحة حقيقية واستعداد كامل لتحمل النتيجة من غير أي ذرة زعل من ناحيتها. لما شاكر دخل عشان يكممه فاطمة خرجت فورا. هي ما كانتش عايزة تشوفه في الوضع ده أكتر. فاطمة طول المشهد قادرة تبص في عينه وهي بتقسى عليه، لكن لما الموضوع اتحول لفعل صعب وفي نفس الوقت هو باصص ليها ومبتسم ليها، هنا طاقتها النفسية خلصت. هي ما قدرتش تشوف الراجل اللي بتحبه مكسور أكتر من كده. فاطمة أول ما خرجت من الأوضة
القناع وقع. فاطمة قدام إيسو عملت نفسها قوية ومنتقمة وقالت مفيش حب وفي عداوة، بس بينها وبين نفسها هي بتبكي وبتنزل. هي واجهت حقيقة إن الراجل اللي شال العداوة من قلبها هو نفسه الراجل اللي رجع العداوة دي تاني في قلبها. المشهد ده حقيقي كان تقيل ومؤلم، لأن مفيش فيه طرف شرير مطلق، في اتنين بيحبوا بعض بس برغم الماضي وعمايل أهليهم كانوا مع بعض، بس بسبب كذب إيسو قطع عليها الحبل الأخير. لما فاطمة منعت عادل إن هو يروح لإيسو وقالت له محدش يروح وما تروحيش انت كمان يا أسماء، ده دليل على إن هي بتحمي إيسو. هي عملت اللي فاطمة المكسورة عاوزاه، اللي هي انتقمت وربطته علشان خاطر عيلتها. لحد هنا ودورها خلص، لكن من أول اللحظة دي رجعت فاطمة الحبيبة تدافع عنه بشكل غير مباشر. هي مش سامحة لعادل أو لأي حد يشوف إيسو وهو متكتف وعاجز أو يوجعه أكتر من الوجع اللي هي سببته له. جملة خلوه لوحده فيها تقدير كبير جدا ليه. هي عارفة إن إيسو مكسور ومقهور من كلامها دلوقتي ومش هيستحمل أي كلام زيادة، فقالت له أنا عاوزاه يكون لوحده شوية علشان يعيش وجعه، وفي نفس الوقت لا أسمى تروح وتشوفه وهو مكسور كده فهيحس بالإهانة، ولا عادل يروح يوجعه أكتر ويحس بالإهانة برضه. فعشان كده منعتهم إن هم يروحوا. وأنا حبيت أوي اللقطة دي الصراحة. المشهد ده بيأكد حبهم الكبير لبعض. حبهم الاتنين لبعض، مش إيسو بس، فاطمة كمان بتحبه، لأن هو استسلم برضا ومسامحة عشان عارف وجعها، وهي منعت حد يأذيه علشان هي بتحبه ومستخسرة فيه أي وجع زيادة بره وجعها هي. لما أسماء قالت لها بس أنا قلت لك إيسو ما كانش هيقدر يقولك علشان أنا ما قلتش، ساعتها فاطمة ردت عليها قالت لها كان يقدر يقول لي إن في سر بس مش هقولك إيه هو، زي ما أنت عملتي مع أخويا، بس هو كذب عليا، كذب على مراته، كذب على حبيبته. لما فاطمة سألته زمان وقالت له أنت عارف السر، هو بص في عينيها وكده وقال لها لا مش عارف. هو هنا نقل نفسه من خانة الساكت لخانة الكذاب. مشكلة فاطمة الأساسية مش إن هو عارف السر وساكت، المشكلة إن هو كذب في وشها وقال لها إن مش عارف السر أصلا. طيب إيسو في الأول كان معاه حق جدا، هو خبى عليها علشان كانت فاطمة في الأول شخصية صعبة. لو كان قال لها إنه عارف السر وحتى لو ما قالهاش هو إيه السر كانت هتنفعل، كانت هتوجعه بشكل ما. بس في اللحظة اللي هي اعترفت ليه بحبها وتقبلته بشكل كامل كان المفروض يقول لها على الأقل يا فاطمة أنا عارف السر، بس أنا مش هقدر أقوله لأن السر مش خاص بيا، ده خاص بأسماء، ومش هقدر أقوله غير لما أسماء هي اللي تقوله. ساعتها فاطمة كانت هتتفهم، وحتى لو ما كانتش اتفهمته كان الوجع بتاعها كان هيبقى أقل. فاطمة الشخصية الصعبة اللي كانت اي حاجه بتحصل كانت تروح تقول له بسببكم بسببكم بسببكم، مع ان هو ما كانش ليه ذنب في اي حاجه في التوقيت ده، كمان ما كانش ليه ذنب في اي حاجه. كانت كل شويه تقول له عمك قتل ابويا، عمك قتل ابويا، ابويا ابويا ابويا، طبعا فاكرين هو ملوش ذنب ولا ابوه قتل ابوها، هي اللي بالعكس ابوها اللي قتل ابوه، بس كان بيسكت وكده، وكان اي حاجه بتحصل كانت بتروح تهاجمه. بس لو اخدتوا بالكم هتلاقوا ان فاطمه من ساعه ما اعترفت بحبها ليه ما بتهاجموش نهائي باي حاجه بتحصل في عيلتها. يعني شافت ان امه باعت إلين وعرفت إن إلين بنت أخوها وما راحتش هجمت عليه ولا حسسته بأي ذرة ذنب إن أمه السبب أو هو السبب في ده. بالعكس لما جدته خطفت إلين وأمه جت بعدها عشان تتجوزهم وإلين مخطوفة، هو ساعتها قال لها إيه لو فاكرين، قال لها أنت عايزاني برضو، أنت شايفة عيلتي عاملة إزاي. هي ساعتها قالت له أنا عاوزاك، بالرغم إن هي وقتها كانت عارفة إن إليني بنت أخوها، يعني ترجمت في دماغها ان امه هي اللي باعت بنت اخوها، وبالرغم من ده كانت معاه. طيب لما اخوها انضرب بالنار وكانت متاكده 100% ان امه السبب وهجمتها على البحر زي الشرسه، هل معاملتها لإيسو اتغيرت؟ بالعكس كانت جنبه وكانت بتحبه وكل حاجه. فمشكلتها الكذب، ان هي وثقت فيه وهو كذب، فبالتالي لو كان قال لها ان كان في سر وحتى لو زعلت منه او كده كان الزعل هيبقى مؤقت وبسرعه وهيروح لحاله، فاهميني، لانه كان صادق معاها، فهو ما كانش صادق معاها، فمشكلتها انه كده بس مش خب. بس اقول لكم حاجه، هو احسن انه ما قالش، لان انا بحب الدراما، بحب الفراق والحاجات دي، لانه بيبين لي قد ايه الحب ما بينهم اكبر من لما بيعيشوه قدامي. يعني بشوف بقى الاشتياق في عينيهم والحب وهم بعاد عن بعض، فانا بحب الحاجات دي، فاحسن ان هو ما قالهاش. شكرا يا اسم انت ما قلتش. كدب عليا. الصدمه الاولى ان الشخص اللي قدامي ده
قدر ان هو يبص في عيني وانا واثقه فيه ويكذب عليا، كذب على مراته. فكره ان هم بداوا جديد وان هم هيبنوا بيت واسره ما كانش كفايه يخليه يثق فيها او يصارحها. هي هنا بتتحسر على الامان اللي افتكرت انها بنته معاه. لما قالت كذب على حبيبته دي الكلمه اللي خلتها تنهار في حضن اسماء بعدين. هي مصدومه ان قيسو هان عليه لوث الحب الجميل اللي كان بينهم بالكذب. بالنسبه ليها الحب ده كان اغلى حاجه، هو كده بيدمر الحاجه الوحيده الصادقه اللي كانت بتصبرهم على العداوه. هي موجوعه لان الكذبه ما كانتش مجرد حمايه لسر، الكذبه دي كانت هدم لكل حاجه حلوه عاشوها مع بعض. هي اكتشفت فجأة إن الحلم الصافي اللي هي كانت بتدافع عنه طلع مبني على خداع. يا رب أكون قدرت أوصل جزء من مشاعر فاطمة في الحتة دي، عشان في الفيديو التاني أظن إن أنا هتكلم أكبر من كده على شخصية فاطمة وتصرفاتها دي. وخلينا على طول ندخل في المشهد لما كان بيلعب في الدبلة وهو مربوط ومتكتف كده ومتكمم كده وغلبان. قيسو حاليا مربوط وحيد ومكسور بعد الكلام اللي سمعه من فاطمة. اللعب في الدبلة هو محاولة لا واعية منه إن هو يطمن نفسه، كأنه بيتحامى في الرمز الوحيد اللي باقيله من علاقتهم. وهتلاقوه برضه وهو لعب في الدبلة وبعدين بص للمكان اللي كان بيتحرق فيه الفساتين والخرق، وبعدين راح راجع وموطي راسه ومغمض. لما بص على الرماد ده كان في يوم من الأيام فساتين الفرح، يعني كان بيمثل الحلم والمستقبل والليلة اللي كانوا مستنيينها عشان يتجمعوا. كأنه بيستوعب وبيقيس حجم الدمار اللي حصل لحياتهم. الربط ما بين نظرته للدبلة ونظرته للرماد معناه إن هو شايف حبهم وجوازهم اللي هو الدبلة بقوا محاصرين النهاية اللي هو الرماد. حركته فيها استسلام هادي، هو مش بيحاول يفك الحبل ولا بيصرخ، هو بيبص للرماد وبيلعب في دبلته ببطء شديد. ده بيعكس حالة من الحزن العميق والكسرة. المشهد ده بيبين ان قيسو قاعد لا بيفكر ان هو مخطوف ولا مربوط ولا في الخطر اللي بيحصل لعيلته او ليه، كل تفكيره كان رايح للحلم وللبنت اللي كان بيحبها، وبقت شايفة ان هو كذاب وخاين لحبهم. وبعدين نزل راسه وغمض بهدوء، غمض تاني، ثالث، رابع، خامس تقريبا. تغميض العين هنا مع نظرة الراس دي معناها الهروب الصامت. قيسو جرب يفكر يمين وشمال في اللحظة دي، يفتكر الحب ويشوف الرماد، وفي الآخر لقى المحصلة صفر، فمال براسه لتحت وكأنه بيقفل عينه عن الواقع اللي مش قادر يغيره ومستسلم للمصير اللي فاطمة اختارتها له. وبكده نكون خلصنا أول جزء من مشاهد قيسو وفاطمة في الحلقة الأخيرة من السيزون الأول، واستنوني في الجزء الثاني إن شاء الله، برضو مش هتأخر عليكم، اللي هو هيكون المواجهة الثانية لما قالت له بكرهك، ولما قالت الجملة الجميلة حبك ما كانش صعب، الصعب ان انا اقبل حبك. الجملة دي كانت تحفة وعجباني قوي، والمشهد اصلا كله حلو قوي. فهحاول برضو اصوره لكم، مش هقدر اصوره دلوقتي الصراحة خالص لان في دوشة حواليا وبصور بالنهار، طبعا عارفين النهار يعني دوشة وعربيات ماشية في كل حتة، مش عارفة اصلا اصور، وكل حاجة ضد الصراحة النهاردة. فعشان كده هصوره لكم، ممكن اصوره بكره وهحاول برضو امنتجه بسرعه وانزله. المهم بس استمتعوا باول جزء لحد ما انزل لكم الجزء الثاني، وهستنى تعليقاتكم عشان تعليقاتكم واللايكات هي اللي بترفع الفيديو وبتخليه ان هو يتشاف. وبس كده، واشوفكم في الجزء الثاني ان شاء الله من الفيديو. سلام.